السلام عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. النهارده وصفه جديده اقتصاديه. انا هتبقى بالبطاطس، وعندي برضو لو عندك لحمه مفرومه ممكن تنعمل بالبطاطس. بس انا سلقت البطاطس، ويفضل قطعتها مكعبات وسلقتها. يفضل انك تسلقيها بقشرها، عن تجربه يعني. صفيتها كويس، وبعد كده حطيتها في الكبة علشان تتهرس. ممكن تهرسيها يعني انك لازم تعديها من المصفى عشان تبقى بوريه خالص، وتبقى يعني ملساء خالص، ما تبقاش آه، يعني خشنة كده شوية. لا، لازم تتهرس كويس جدا، لازم تعدي المصفى. فانا استسهلت وعملتها في الكبة. لازم تبقى ناعمة كده زي ما انتوا شايفينها. تمام. هفضيها بقى في طبق كبير كده، واحط عليها اللحمه المفرومه. انا كان عندي كيس لحمه مفرومه متعصج في الفريزر، فطلعتها قلت اما اعمل بيه الوصفه دي، وفعلا رمى معايا كتير جدا. هنعملهم ازاي بقى؟ احط طبعا بعد ما حطيت عليها اللحمه المفرومه كده. انا عايزه اقول لكم، لقيت البطاطس قليله على كميه اللحمه المفرومه. سلقت بطاطس تاني، حطيت بابريكا، وحطيت توم باودر وبصل باودر، وطبعا ملح وفلفل وبهارات، كله نص معلقه. تمام. وبعد كده جوزة الطيب برضو لو حابة، بس انا حاطة جوزة الطيب في اللحمة المفرومة. قلبتهم كويس جدا، وبدأت ان انا اعملها. بس ايديا كنت بحط فيها زيت علشان ما تلزقش في ايديا. بعملها كده زي الطريق، يعني نفس شكل الناجتس. تمام، زي ما انتم شايفين كده. بحطها في سيرفيز، وبعد كده بعد ما اخلص الكمية احطها في التلاجة نص ساعة ساعة. تمام، تجمد معايا شوية، واحاول انسقها كده. بس اهم حاجة الزيت، نقطة الزيت اللي في ايديا. كنت مجهزة طبق، وكنت بعمل فيه يعني كل شوية ايديا احطها في الزيت، علشان ايديا تبقى فيها زيت وما تلزقش فيها. عملت الكمية دي كلها، حطيتها في التلاجة، وهبتدي بقى اطلعها جاهزة. دقيق، بيض، وبقسماط. كنت بحطها في الدقيق، البيض، وبعد كده البقسماط. بعد ما هخلص الكمية احطها في الفريزر ربع ساعة، لإما على رف التلاجة نص ساعة او ساعة، وقت كافي يعني قبل ما تتحمر. تمام. وهحمرها في زيت سخن، بس ههدي النار عليها شويه. بس يفضل زي ما انا قلت لكم ان البطاطس تتسلق بقشرها، لانها فكت معايا شويه وانا بقليها. علشان كده قلت اما اقول المعلومه ديت عن تجربه انا جربتها. وده علشان كان فيها سوائل. لاما تضيفي بقسماط مع البطاطس واللحمه المفرومه وانتي بتخلطيهم مع بعض، لكن يفضل انها تبقى بقشرها وانتي بتسلقيها. مش هتفك منك خالص، لانها مش هتبقى شاربة اي سوائل. تمام. زي ما انتم شايفين كده بتبقى رمت معايا كمية كبيرة جدا، لدرجة ان انا قسمتها. ما كانت هتبقى كتير علينا او في مرة واحدة. فرست جزء وعملت جزء في نفس اليوم. التجربة حلوة جدا، واكلة اقتصادية جدا. تعملي جنبها مكرونة او تعملي جنبها رز بشعرية، وسلطة جميلة جدا جدا. تعمليها سندوتشات للاولاد في رحله، او في لو خارجه. بص ما شاء الله الكميه قد ايه. بعد كده انا قسمتهم. جزء حطيته في طبق، ولفيته في بستريتش كده، وحطيته في الفريزر. اول ما هطلعه على الزيت على طول، ما بسيبهاش تهدى خالص. تمام كده، وخلاص قلتها. وكانت دي النتيجة بتاعتي، جميلة جدا. جربوها، ويا رب الفيديو يكون عجبكم. باي باي.